اتفضل يا سياده المستشار، معانا المستشار مرتضى منصور، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم؟ ازيك؟ هو انت لحقت؟ انا عارف. بس غريب بقى، انا كنت مع النائب العام النهارده. كده انا كلمتك الظهر، يمكن كونك اعتقد ما ردش. انا سمعت ان القرار ده لم يصدر. بس عايزين نتاكد الاول يا دكتور. لكن انا عايز اقول للنائب العام وعايز اقول للدكتور محمد مرسي، بدل ما بتدور على واحد متخانق مع طليقته او متخانق مع مراته او متخانق مع حبيبته، ما تقول لنا مين اللي قتل ولادنا في سينا 16 و17 عسكري. ما تقولوا لنا مين اللي قتل محمد الجندي في حكموه فيكا، وصحفي قتل. مش تقولوا لنا الاول مين اللي قتل دول؟ يعني قبل ما ندور على قضيه السب والقذف، ما تشوفوا لنا القتله الحقيقيين اللي عاملين يقتلوا ولادنا في كل مكان. ما يقولوا لنا مين اللي فتح السجون يا سياده المستشار، ويقولوا لنا مين اللي فتح السجون. وبعدين انا عايز اسال سؤال، ما يقولوا لنا مين اللي هربان من السجن ولسه لغايه دلوقتي السجلات بتاعته مفتوحه. يا دكتور توفيق، انا النهارده فوجئت. هو سؤالي للدكتور محمد مرسي، هم الحزب الوطني واعضائه فاسدين ولا حلوين؟ هي الشرطه وحشه ولا حلوه؟ والامن المركزي بيموت الناس ولا بيطبطب على الناس؟ عايز اقول لنا الامن المركزي حضرتك رحت له وقلت دي ثوره 25 يناير قادها الامن المركزي. انا عمال اضحك من ساعتها بصراحه. وبعدين حضرتك تقول الحزب الوطني دول ناس فاسدين. العمري فاروق وزير الرياضه اللي استضافته النهارده كان نازل في المجمع الانتخابي في الجيزه عن الحزب الوطني، تاني عن الحزب الوطني، انتخابات مجلس الشعب 2010. تمام؟ حضرتك استقبلت النهارده يا دكتور محمد مرسي ناس مش يعني عندهم قضايا فساد، كسب غير مشروع، وغسيل اموال. هو في ايه يا دكتور مرسي؟ انت هتجيب لنا شيزوفرينيا؟ هو حضرتك الحزب سيء ولا حلو؟ امن الدوله بتقول انه وحش، لكن امام الشرقاوي ابوها رشاد الشرقاوي بحبيب العدل يبقى تلميذه مفتش امن الدوله في اسكندريه. جمال جبريل اللي عمل لنا الدستور يا دكتور توفيق مفتش امن الدوله في مطار القاهره. هو في ايه يا جماعه؟ انا مش فاهم. ما ترسلك على بر. هو امن الدوله سيء ولا كويس؟ لما هو سيء ده الاصل بتاعك مليان امن دوله دلوقتي. والاخ وليد شرابي اللي هو المتحدث اللي بتاع بوليس التيار ما اعرفش ايه دون، كان ضابط بحراسه امن دوله. اتنين، النهارده لما تستقبل في قصر الاتحاديه اللي مش ملكه ناس متهمين طلعوا بكفالات ب 2 مليون يا دكتور توفيق و3 مليون، بيتقال ان اتسرقوا 2 مليار و3 مليار جنيه، وعندهم غسيل اموال وكسب غير مشروع. هو حضرتك ضد الفساد ولا مع الفساد؟ انا مش فاهم. انا بقول الكلام ده عشان صديقي جمال حشمت ومحمد توسن وعمنا عبد المقصود اصحابي الاعزاء دول لما بيقابلوني يعاتبوني على ايه؟ ما تشوفوا الراجل رئيس الجمهوريه ايه اللي بيعمله ده. بعدين سايب كل البلد وتوفيق عكاش عشان طلع بيقول كلمتين بيقولهم بطريقه البني ادم اللي هو بتاع مدغمرو ونبروه واجا، الطريقه بتاعتنا البلدي الطبيعيه دي. خلاص واحد متخانق مع مراته زي ما حصل معايا يا دكتور لو تفتكر 30 عربيه امن مركزي جايه لي عشان تقبض عليا في قضيه انا اصلا فيها واخد براءه يا دكتور توفيق. بقول للدكتور محمد مرسي تاني والله العظيم طول ما انت عمال تبص ورا وتنتقم من الاعلام، في بعض الاعلاميين رجوزات انا معاك، وبعض الاعلاميين فاسدين انا معاك، خلاص. بس انا دلوقتي انا عندي في مهنه المحاماه ناس وحشه وفي القضاء ناس وحشه. فيا دكتور هتدنك تنتقم مطفي الشفيق بره مصر وعمال تطارده ويطلع من قضيه تدخله في قضيه. حسني مبارك يا عم، حسني مبارك حكمته المحكمه قالت الراجل ده كلمتين، حسني مبارك لم يعطي تعليمات بقتل الثوار. حضرتك بقى في خطابك الاخير قلت انك اديت تعليمات للشرطه تتعامل بمنتهى القوه والحزم وكرمتهم. ما انا مش فاهم الشرطه حلوه ولا وحشه؟ طب ما انت عملت زي حسني مبارك. بالعكس حسني مبارك كان في ميدان التحرير يا دكتور توفيق ممكن يقول لك انا ما شفتهمش وانا في الاتحاديه. الم ترى يا دكتور مرسي، الم ترى دم ولادنا على سور الاتحاديه يوم ما مات 10 تقول دول من الاخوان وغير الاخوان، هم بني ادمين مصريين مش بني ادم. الم ترى دم عمر طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال قانوني يا سياده المستشار بعد اذنك. سياده المستشار سامعك يا دكتور سامع. هل من حق النائب العام ان يلغي القرار، هذا القرار الذي هو اصدره اصلا؟ يعني انا عايز اعرف راي حضرتك في هذا الامر. يا دكتور توفيق عندما تغيب دولة القانون ما تسألنيش هل من حق وليس من حق.
لما يكون السيد، وانا قلت النهارده على فكره النائب العام النهارده وانا قاعد معاه، قلت له في وش كده تاني، قلت له بقول لك انت جيت غلط. وانا هداني اقول لك جيت غلط، فقال لي ما اتفرجش على تلفزيونات وما بيهمنيش الكلام ده. قلت له دي بدايه النهايه. حضرتك قاعد على الكرسي ده اسبوع، اسبوعين، 3 اسابيع، سنه، 4 سنين. اول ما البني ادم يقول ما بيهمنيش راي الناس، لا، راي الناس لما يكون راي محترم وراي قانوني بنتقدك انتقاد حقيقي، يبقى حضرتك تسمعني وتسمع اصغر مواطن في مصر. يا دكتور توفيق، الاعلانات الدستوريه اللي طلعت دي ايه علاقتها بالقانون؟ الدستور يا بيه اللي اتعمل ده اصلا ايه علاقته بالقانون؟ ده ناس قعدت بالليل 5 يا استاذ لما تعين 21 واحد في الجمعيات من الجمعيات التأسيسية تمسك ده رئيس لجنة حقوق الإنسان اللي هو الأخ اللي هو كان رئيس محكمة النقد السابق اللي احنا للأسف الشديد يعني أنا مقلب جامد خدته فيه، وتعين دون مش عارف ايه، وبعدين بعد ما تعمل الدستور تديهم مكافآت، تعينهم في مجلس الشورى. يعني حضرتك دلوقتي يا دكتور عشان تنزل انتخابات تقعد، أنا عشان انزل انتخابات ألف مضامر وتميدة وأجا، وبعدين ضمنا دلوقتي وقايمة هخش بعد كده بقى السنبلاوين وبني عبيد وتمايل الأمدين، ودون في غمضة عين علشان وافق لك على دستور باطل ومنعدم تعينه في مجلس الشورى. ايه العبث ده؟ مش ده مجلس الشورى اللي كنت بتقول ايام حسني مبارك انه ملوش لازمه؟ وبعدين انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه يا دكتور التوفيق؟ هو مقر مجلس الشعب ده اللي بيحصل فيه الاجتماعات اللي كنت مجلس الشعب، هو ملك الدكتور مرسي يديه لعديله في مجلس رئيس الشورى يقول له تعالى اقعد والنبي هنا في مجلس الشعب خد في قاعه حته؟ مين اللي قال الكلام ده؟ يا دكتور توفيق بصراحه بقول لك تاني والله العظيم يا دكتور مرسي، انا ودكتور توفيق وكلنا سواء بقى اللي اداك انتخاب او ما انتخبكش، في النهايه انت قائد هذه المركب، عايزينك تنجح، لكن تنجح ازاي وانت رامي نفسك في حضن قطر؟ تنجح ازاي وانت من يوم ما جيت عمال تشحت علينا مره من قطر ومره من صندوق النقد الدولي؟ حرام، فين البلد؟ وبعدين حضرتك في النهايه سايب ولاد حضرتك عمالين يشتموا فينا. ابن حضرتك انا بقول لك انا ابني مره غلط غلطه في النادي، كان اصحابه بيتخانقوا في نادي الزمالك، طردته من النادي ووقفته عشان يبقى قدوه وما يعملش كده تاني. حضرتك ولادك عمالين يشتموا في الناس ده معزه وده خروف، وانا ضد اللي كتب على الاتحاديه النهارده ان الاخوان خرفان، لا، ناس محترمين وفيهم ناس وطنيين وحاربوا في 48، كل ده احنا عارفينه. لكن يا دكتور ما ينفعش عمال تصفح حساباتك مع خصومك، ما ينفعش. اي بني ادم دلوقتي بينطق يا دكتور، انت دلوقتي حصرت مدينه الانتاج الاعلامي عشان الناس ما تتكلمش، رحت حصرت محكمه الدستوريه العليا عشان المحكمه ما تحكمش، ودي بقى تبقى بلد؟ ما تبقاش بلد. فما تسالنيش يا دكتور هل من حق النائب العام يلغي او ما يلغيش. بقول لك يا دكتور مرسي تاني، اتقي ربنا حتى تجد مخرجا، ده ربنا قال كده، من يتقي الله يجد مخرجا، اتقي ربنا. وبعدين انت النهارده سيبك مننا احنا يا عم، السلفيين دولت مش كانوا اصدقائك؟ ما انت طردت الراجل المحترم اللي هو اسمه عالم الدين، الدكتور عالم الدين كان مستشارك، وقلت اصل ابن عمه خطف ضابط في البحيره. طب يا عم انت النهارده قعدت مع ناس فاسده حراميه على مسؤوليتي سارقين فلوس مصر، والنيابه العامه طلعتهم بكفالات ب 2 مليون و3 مليون جنيه وعندهم كسب غير مشروع. ما تكلمنيش بقى عن الفساد تاني، خلاص قرفنا يا دكتور. الفساد دلوقتي حسني مبارك كان ظالم نظامه، انت اصلا حسني مبارك كان نظامه فاسد، انت هو اللي شايفين افسد دلوقتي. الله، هو اللي بيحصل ده. النهارده لما تجيب لي راجل زي حسن البرنس يا دكتور توفيق، ايه خبرته عشان يبقى حاكم اسكندريه؟ خبرته ان هو عضو في جماعه الاخوان المسلمين، حاكم كفر الشيخ. ايه العرف اللي احنا فيه ده؟ دي بلد مش حزبه، وتقول ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده عشان مش عايز تتقي ربنا. هو ربنا قال كده في القران، اي قريه اللي هي المدينه اللي هي البلد بتهلك امتى؟ لما يحصل فيها ظلم. حضرتك مش عايز تعمل عدل، خلاص ابدا صفحه جديده مع كل الناس. وتقول تاني ما تقوليش قدوتي مانديلا دون، لا يا عم، قدوتك مين مانديلا ده؟ قدوتك محمد عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللي رموه بالطوب والوساخه والقرف وهجروه من مكه حبيبته، لما رجع ما عملش محاكم ثوريه يا دكتور مرسي، ما انتقمش من حد، بدا صفحه جديده، اشكال الاسلام انتشر ومليارات من المسلمين. انما حضرتك غاوي تقعد ايمن نور عليه وانت عارف عليه حكم نهائي وبات انه مزور، قعدت معاه 2.5 ساعة، والنهارده عمال تقعد مع ناس فاسده. هو فيها دكتور مرسي؟ تكلميش عن فساد تاني بقى، اوعى تتكلم عن النظام الفاسد السابق. وحضرتك مش الناس اللي قاعدين معاك النهارده حضرتك مش عارف اسمائهم دول مين، وده طلع بكفاله ايه، وده عنده غسيل اموال وكسب غير مشروع، ومصر كلها بتضحك. فيا دكتور توفيق شوف، عايز اقول لك حاجه، اللي معاه ربنا ما بيخافش من حد. نعم. ولو اجتمعت الامه على ان يضروك مش هيضرك ولا يجرؤ ولا يملك. يا دكتور توفيق عملوا لي جمل
ومعزه وخروف، وخدت 150,000 صوت من الناس المحترمه في اجا ومغامر وتميده، ومع ذلك خدت براءه غيابي. عارف ليه؟ مش عشان انا محامي شاطر ما اترفعتش، عشان ان الله يدافع عن الذين امنوا. نعم. احنا بنشكر سيادة المستشار مرتضى منصور على هذا التوضيح.